فتة بطريقة جديدة مش شفتهاش قبل كده، بس خطيرة ومميزة. وتعالوا نشوف عملنا الفتة الحلوة دي ازاي. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الشتاء بقى وجمال الشتاء والأكلات اللي احنا ما بنعرفش ناكلها في الصيف، الله عليها بقى في الشتاء اللي تدفي دي. هنعمل النهاردة مع بعض كوارع، بس طريقة التسوية بتاعتها بطريقة مختلفة عن اللي متعودين عليها. أنا زي حال أي ست كنت الأول أغلي المية وأسقط فيها الكوارع، لكن الحقيقة اكتشفت طريقة تحفة بتغير في طعم الكوارع، وكمان شربتها بتبقى مميزة قوي. تعالوا اول حاجه طبعا غسلت الكوارع كويس قوي، ودعكت بصلايه بملح وفلفل، وحطيت عليها، هو مش باين قوي يعني اهي اللي على الوش ده بصل، حته بصلايه صغيره عليها ملح وفلفل بعد ما غسلتها كذا مره. طب اغسل الكوارع بايه؟ بليمون بس. ليمون. اوعي تفكري تغسلي اي حاجه فيها ريحه زفاره، اوعي تفكري تغسلي اي حاجه زي الكوارع، لحمه راس، بط، الكلام ده وتحطي عليها خل. والله بجد عن تجربه، او كرشه، ممبار، الكلام ده كله عن تجربه. اوعي الخل، معرفش بيعمل ريحه مش ظريفه، وانا مش بحبه خالص. هو عايزه تضيعي اي ريحه في اي حاجه، هي ليمون. تعصري على اخر شطفه كده ليمونه، وتروحي راميه الليمونه بقشرتها وتشطفيها تاني. يعني ديت انا عصرت الليمونه وشطفتها، وبعد كده حطيت قشره الليمونه في الميه بس، مع حته بصلايه صغيره من اللي انا هحطها على الكوارع، دعكها بملح وفلفل وذره كمون. ذره كمون دي بتظهر الطعم قوي، بتخلي الطعم احلى. خلاص كده احنا غسلنا، اتفقنا ان احنا غسلين الكوارع وحط لها حته بصل. ما شاء الله كوارع بلدي جميله، مش اللحم المستورد ده. هطلعها كده من الميه اللي فيها البصل وقشره الليمون. وتعالوا بقى نشوف هنحط عليها ايه عشان نسلقها. هو انت بتحطي عليها قبل ما بتولعي النار؟ تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه النهارده بالظبط. بصوا بقى، حطينا الكوارع في الحله اللي هنسوي فيها على طول. هنحط ايه بقى على الكوارع؟ انا مش هحط ميه تغلي وبعدين اسقط فيها الكوارع. المره دي بقى بتكنيك جديد وجربوها، والله بجد انا جربتها قبل ما اسوي لكم الفيديو ده علشان اتاكد ان هي طعمها حلو ولا لا، وكمان بتليق في اللحمه قوي. هننزل بطماطمتين مبشورين على الكوارع بتاعتنا كده من غير ما نولع عليها على النار، وكمان الكوارع دسمه فما حبيتش اشوحها في سمنه والقصص دي. وهنحط عليهم جزرايه مبشوره، ويعني 5 6 فصوص توم مقطعاهم بالشكل ده. وديت البصلايه وسط دعكاها بالملح والفلفل وذره كمون، وكبابه صيني وحبهان وورق لورا. كل ده هينزل على الكوارع وهي لسه نيه كده في الحله. خلاص هقلبهم بس الاول. قلبت بقى كده الكوارع مع البصل والطماطم والتوابل اللي قلناها مع حضراتكم. هنزل بالميه ساقعه كده على طول فوق الكوارع كده. بس ايه ده؟ ميه ساقعه مش مغليه ولا حاجه، ميه ساقعه من الفلتر عادي. وهروح اولع بقى على الكوارع كده. انا جهزت الكوارع بتاعتي، واحط الميه، مش عايزه ازود كل شويه. انا هحط الميه اللي هي تكفي سوى الكوارع، وهروح اولع على الكوارع بتاعتي. طبعا في المرحله دي استحاله اصلا تطلع ريم. انا اللي بقول استحاله. ليه بقى؟ لان اصلا هي عليها ملح وكمون وبصل والحاجات دي كلها. ما افتكرش، ومغسوله كويس قوي، ما افتكرش انها تطلع اصلا ريم. هولع على، ولو طلعت هنشيله برده، يعني نتفادى الثوم والحاجه اللي عليها كده ونشيله. خلاص كده هنروح نولع بقى على الكوارع تستوي براحتها، ونشوف الخطوه اللي بعد كده عشان نعمل احلى طبق فتة كوارع. ما شاء الله شكل الشوربه عامل ازاي، ولا ريحتها. الجزره اصلا ودتها في حته تانية، مديها تسكيره حلوه قوي للشوربه بتاعت الكوارع. نصيحه كمان في سلق الكوارع، يا ريت ما تسلقهاش قوي. يعني لما بتسلقيها قوي قوي مش بتحسي بطعمها، زي ما لما بتبقي سايباها يعني ايه، شويه هي مستويه بس مش مهريه. بصوا اهي. طبعا لو استوت اكتر من كده مش هتعرفي تستمتعي بيها، سيبيها تشد سيكه يعني. خلاص طبعا احنا هنخرجها كلها دلوقتي عشان عايزين ايه، نحمرها الاول، وبعد كده نجهز بقى طبق الفته. طبعا الرز الابيض كلنا بنعرف نعمله، فانا مش عايزه اطول الفيديو وخلاص عليكم الحقيقه. والصلصه هنعملها مع بعض، اللي هي الصلصه اللي هنعملها للفته. خلاص كده هحمر بس الاول الكوارع قبل ما ابتدي في اي حاجه. حته بقى سمنه بلدي حلوه كده، او حته زبده اللي تحبوه، بس حاجه يعني يا ريت بلاش السمنه اللي هي في السوبر ماركت دي، مش بتدي طعم احلى حاجه. بحب قوي وانا بحمر الكوارع او اللحمه ادي رشه الملح والفلفل، دي بتفرق كتير قوي. خلاص كده هشيل بقى الكوارع، وفي نفس الطاسه اللي حمرنا فيها الكوارع هنعمل فيها الصلصه بتاعت الفته.
في نفس الطاسه معلقه ثوم حلوه كده، يعني تكون معلقه كبيره مش صغيره. هنقلب بقى الثومه بتاعتنا كده بسرعه في السمنه اللي احنا حمرنا فيها دي اهو. يا دوبك تاخد لون بسيط بس كده. بصوا بقى اللون يا دوبك يبقى لون حلو كده، مش عايزينها لو حمرته قوي تمرر معاكم. هو فاتح شويه هسيبه كده ايه، لان بحب اديه تقليبه مع التوابل. هنزل بقى برشه من الكمون، رشه صغيره قوي من الكمون، خليها فوق كده عشان مش عايزاها تتحرق. ورشه كزبره، مش مشكله بقى الكزبره حتى لو بقت معاها تحت كده اهو. ورشه فلفل اسود، وكمان رشه ملح. خلاص كده. واروح نازله طشه بايه بقى الاول؟ طشه بالخل، حبه خل حلوين كده اهو. سيبهم بس 5 كده مع بعض ياخدوا من طعم التومه، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هاخد شويه خل وتومه كده على العيش اللي انا محمراه في الفرن تحت الشوايه. عايزين تحمروه في زيت براحتكم، بس خدوا بالكم هيبقى دسم قوي لان الكوارع بتبقى دسمه. بعد ما حطينا كده رشه تومه بالخل على العيش، لسه طبعا احنا ما حطيناش للعيش شوربه. هنزل بقى هنا بمعلقتين كبار من الصلصه. انا بحب بصراحه طعم الصلصه اكتر من الطماطم الفريش في الفته، لكن لو عايزين تعملوا طماطم فريش براحتكم. حط كده معلقتين كبار، وهزود بقى كبشه شوربه من بتاعه الفته. طبعا الشوربه احنا ايه ما زودناش الملح كتير، عشان عارفين ان الشوربه بتاعه الكوارع بتاعتنا مظبطين ملحها. غلوه واحده بس، انا مش عايزاها تغلي كتير عشان ريحه الخل ما تطرش مننا. خلاص يعني يا دوبك غلوه واحده بس، يبقى كده خلاص الصلصه جاهزه. وتعالوا نقفل احلى طبق فته مع بعض. واخده برده شويه كده على العيش بتاعي. خلاص كده. خلاص هنشيل بقى الصلصه دي ونحط الشوربه تغلي عشان نقفل طبق الفته. غليت بقى شوربه الفته. هننزل كده الاول بالشوربه يا دوبك تغطي العيش، يعني نغطي العيش كده عشان مش عايزينه يبقى طري قوي، يعني بالشكل ده كده. طبعا لو حابين تصفوا الشوربه، انا بصراحه مش مصفياها، يعني عادي لو فيها بصل وجزر من اللي احنا حاطينه والطماطم مش مضايقنا في حاجه، بس لو حابين انتوا تصفوها براحتكم. هقلب بس كده، اقلب بس تطرى. احنا مش عايزاها تطرى قوي تبوش يعني، بس يعني تطرى سيكه كده. وهروح نازله عليها كده بمعلقه كمان، بمعلقه من الرز الابيض، الرز الابيض العادي خالص. هقلب بقى كله مع بعضه كده. انا مش عايزه يبقى العيش لوحده والرز لوحده قوي، ده بيبقى فوق بس يعني. لكن لما تاكلي كده معلقه كده من الفته يبقى فيها عيش ورز. هنزل كمان بشويه رز كمان بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. وهروح بقى حاطه بقى ايه شويه الرز كده على الوش اهو. وهنروح بقى نازلين بالصلصه. انا الحقيقه بحب اكتر الصلصه قوي، لان عندي هنا بيحبوا الصلصه اللي بالخل والثوم دي بيحبوها كتير. لكن هي المفروض يعني ان احنا نحط ايه رشه بسيطه كده من فوق زي كده ونستكفى. لكن لا، ازاي عندنا بيحبوا الصلصه اللي بالثومه دي قوي مع الخل، ودي اساس الفته عندنا اساسا في البيت. قبل ما احط بس بقيه الصلصه، هحط بس الاول كده ايه الكوارع بتاعتنا اهي بعد ما حمرناها طبعا. وهديها بقى رشه على الايه عليهم كلها كده. بسم الله. وكده عملنا مع بعض احلى فته وكوارع، جربوها. واحلى حاجه الدفي الحقيقه احلى من المحشي كمان في الشتاء ده. جربوها على الطريقه اللي قلت لكم عليها دي، هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. شكرا ليكم، والسلام عليكم.